الربا هذا شيء خطير جدا جدا جدا، لو لم يدل على خطورته وفداحته وقبحه إلا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه: الربا 70 حوبا، 70 إثما، أيسارها أن ينكح الرجل أمه. يا الله، هذا أيسر 70، فما أعظمها؟ الله أكبر. يعني شيء خطير جدا هذا الربا. ستيل دو في ديال العالم الجديد كيختلف من دوله لدوله. فمثلا اذا كنتي في شي دوله متقدمه كتحترم مواطنها، كتبقى غادي كتقرا، كتخدم، كتشري دار طوموبيل، كتشد تقاعد، كترتاح وكترفه شويه. انت في امريكان كتبدا تقرا، كيتجمعوا لك الكريديات حيت القرايه عندهم بالفلوس. وي كتبدا تخدم وانت مكريدي، من بعد كتقاد الامور ولا كتزيد تغرق على حسب. اذا مشيتي لفلسطين كتلقى انسان كيحاول يقرا بشكل طبيعي، كيكبر، كيسكن في دار، كيجي يعقوب كيقول لي غادي ناخذ لك ديك الدار، يجي اذا ما خديتهاش غادي ياخذها شي واحد اخر. اما في المغرب فكلشي عارف الكاسيطه المغربيه: قرا، خدم، تزوج، خذ كريدي ربوي باش تعلن حرب وتحدي الرقيب العليم، وشري دار وبقى تعاني ما تبقى من حياتك، حيت الحرب اللي دخلتي لها في الاصل انتحار، حيت من دابا راك موعود بالخساره. ولكن مؤخرا بانت طوندونس جديده واللي هي نسخه معدله من الكاسيطه الاولى. هذه النسخه كتقول تاخذ كريدي ولكن حلال بسبب الابناك التشاركيه الاسلاميه بين قوسين. فشكون هما هاد الابناك، ولاش بانوا فوقاش، وكيفاش قدروا يغطيو على قضيه الربا، وشنو رابحين هما من هادشي، واش بصح اسلامي ولا غير احتيال تجاري؟ كل هذا واكثر بعد الوصله. شحال قدك تكذب وعليا بليات الدربي. وصلت البدايه ماشي هادي. السنوات الأخيرة وأخيرا من بعد طول انتظار من عند بزاف د المغاربة بانت واحد النوع من الأبناك اللي خلقت واحد المتنفس مادي للإنسان البسيط: البنوك التشاركية. وقبل ما ندخلوا في واش حرام ولا حلال خصنا نعرفوا كيفاش بداو وكيفاش دخلوا للمغرب وكيفاش كيخدموا. باغي تشري دارك عن طريق بنك تشاركي وتبع معايا مزيان غادي تلقى الأجوبة كاملين في هذا الفيديو. مشينا. البنوك التشاركية أو البنوك الإسلامية هي مؤسسة مالية تقريبا ما كتختلفش على البنوك العادية الربوية من حيث الخدمات البنكية، حيت بجوج كيقدموا تمويل، مشاريع، صرف العمولات، تحويل الاموال، لي كارت بونكير، فتح حساب الى اخره. غير هو طريقه تقديم هذه الخدمات كتختلف لسبب وحيد، هو انها كتقوم على الشريعه والمبادئ الاسلاميه اللي كتحرم ركيزه كبيره في المعاملات الماليه واللي هي التعامل بالفائده او الربا. منين جات الفكره ديال البنوك وفوقاش بدات؟ القصه ديال البنوك الاسلاميه بدات عام 1963 في مصر، بحيث تم انشاء اول مصرف اللي ما كيخدمش بالفوائد الربحيه ولكن فقط للادخار، يعني اللي بغى يجمع فلوسه وصافي، حيت ما كانش عندهم يمكن الزليج ديك الساعه. ومن بعد في مصر نيت اسس بنك ناصر الاجتماعي اللي حتى هو ما كانش خدام بالفوائد المصرفيه، وتسمات معاملات هذا البنك بالنشاط الاجتماعي وماشي البنكي او المصرفي. غير هو هذا النوع من البنوك كانت معروفه غير محليا، ما عندهاش شي مستند اللي بصح كيحترم مواثيق البنوك الدوليه المعترف بها. مع الوقت وفي واحد النهار زويون اجتمعت منظمه الدول الاسلاميه وقرروا انهم يخرجوا شي فورميل ولا شي خلطه سحريه باش يخرج لنا شي بنك اسلامي دولي كيحترم المعاملات الماليه العالميه. وبالفعل في عام 1975 كيظهر اول مصرف اسلامي متكامل كيتعامل وفق احكام الشريعه الاسلاميه. هذا البنك اللي تدار في الامارات العربيه المتحده تحت اسم بنك دبي الاسلامي. ومن بعد ولات البنوك الاسلاميه كتنتشر شويه بشويه حتى وصلت القيمه الاصول ديالها ل 1.7 تريليون دولار في عام 2013 وفق التقرير الرسمي. كمعلومه اكثر من 70% من البنوك الاسلاميه كاينه في السعوديه، ماليزيا، الامارات وتركيا. ندوزو للمغرب الحبيب. شاف الحاجه ديال هاد البنوك في المغرب خصوصا مع تزايد الطلب عليهم من طرف بزاف د المواطنين اللي ما باغينش يديروا الحرام. هادشي اللي خلى الحكومه في 2017 تفكر في تغيير القطاع المصرفي وتدخل عليه الميزاجور. وبالفعل قدمت لجنه مكونه من عبد اللطيف الجوهري وممثلين عن وزاره الماليه الترخيص لخمسه د البنوك التشاركيه باش تبدا في خدمات الجديده ديالها، واللي هي أمنية بنك اللي تابع للسياش، بنك التمويل والانماء، بنك اليسر التابع للبنك الشعبي، بنك الصفا تابع لمجموعه التجاري، بنك الاخضر تابع للقرض الفلاحي. ونفس اللجنه اعطت لثلاثه البنوك الحق تفتح حتى هي فروع او نوافذ تشاركيه، وهي بي ام سي النجمه بنك، مصرف المغرب الرضا، بنك الشركه العامه دار الامان بنك، وكاين بنك البركه. غاتجي دابا تسولني وتقول لي شنو الفرق بين بنك ونافذه؟ صبر معايا حبيبي العميق، انا نرجع لهاد اللعيبه. هاد البنوك اسيدي لقات اقبال من عند بزاف د الناس، هادشي اللي خلاها تكثر من الفروع ديالها، ولا كيبان لك لي زاجونس منتشرين وموزعين على المغرب كامل، ما كاين غير فتح 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 فتح. هاد البنوك التشاركيه وفرت تمويلات وصلت ل 13.5
5 مليار درهم بزيادة 48% مقارنة مع سنة 2019 اللي سجلت 9.1 مليارات درهم. هادشي شنو كيبين بلي تزايد الاقبال من عند العامة على هاد البنوك التشاركية. الناس بداو كيزعموا عليها. نرجعوا دابا لديك النقطة اللي قلت لك قبيله، شنو الفرق بين بنك تشاركي ونافذة تشاركية. ولكن قبل نبداو بالبنك الربوي العادي، سي الشعبي او الشركة العامة الى اخره، ونشوفوا كيفاش كيتصاوب. اول حاجة كيخص واحد راس المال مقمح والوثائق اللازمة، وكيتدفع هادشي لبنك المغرب باش يعطيهم الرخصة، وكيولي هذيك البنك عندها حساب في البنك المركزي اللي هو بنك المغرب. اي بنك عنده حساب في البنك. المهم هذا الحساب كيكون عنده واحد الرمز اللي خاص به ومختلف على البنوك الاخرى. مزيان، دابا واش الابناك والنوافذ التشاركيه خدامين بنفس الطريقه؟ بالنسبه للبنك التشاركي فراه يعتبر شركه مستقله تماما عن البنك التقليدي اللي كيحتضن. ناخذ مثال ديال امنيه بنك، راه هو مستقل تماما على السياش بنك، وتا هو داز من نفس المراحل اللي قلنا قبيله، يعني تا هو وجد الوثائق ديالو، راس المال المقمح، ودفع لبنك المغرب واختار الرخصه ولا عنده حساب في بنك المغرب. معايا حبيبي العميق؟ زيد شوفوا دابا النافذه التشاركيه باش تعرف الفرق بينها وبين البنك التشاركي. النافذه هي وحده تجاريه تابعه للبنك اللي محتضناه، يعني ماشي شركه جديده وما دازتش من دوك المراحل اللي قلنا. الشيء الاخر هو الترا كله بحال يعني مستقله تماما على البنك اللي حضناه ماليا ولا حتى تسييريا. ناخذ مثال ديال الشركه العامه، عندها نافذه تشاركيه اللي سميتها دار الامان، وبالنسبه لحسابها في بنك المغرب فتا هو حساب مستقل ومباشر وعنده رمز خاص به، والفلوس ما كتخلطش بينات دار الامان والشركه العامه. فرق اخر هو ان الابناك التشاركيه عندهم وكالات او لي زاجونس مستقله ديالهم بوحدهم، على عكس النوافذ ممكن تلقاهم مستقلين او لا، يعني ممكن تلقاهم وسط البنكه المحتضنه. مثلا تقدر تلقى وكاله ديال بي ام سي وسط منها كاين مكتب ديال النافذه التشاركيه النجمه بنك مثلا، غير مثلا. دابا عرفنا الفرق بين النافذه والبنك التشاركي، ولكن شنو الفرق بين بنك عادي ربوي وبين بنك او نافذه تشاركيه؟ كيف قلنا في الاول الفرق هو فقط في المعامله الماليه اللي ما كتعتمدش على الربا او الفائده، بالمقابل كتعتمد على البيع والشراء اللي هي معامله اسلاميه حلال. وهذا الشيء علاش الابناك والنوافذ التشاركيه فيهم واحد الهيئه خاصه اللي كتراقبهم واش كيحترموا الشريعه او لا، وكيتصيفط هذاك الشيء للبنك المغرب والمجلس العلمي الاعلى. المجلس العلمي الاعلى، هذا المجلس هو اللي كيقول لهم حلال او حرام. فمثلا ابنيه بنك اللي هو اول بنك تشاركي في المغرب خداو الرخصه من بنك المغرب وحلوا الوكالات ديالهم وجلسوا مده طويله كيشوميو. علاش؟ حيت كيساينوا الموافقه ديال المجلس العلمي الاعلى. المجلس العلمي الاعلى مجلس مستقل هو اللي كيعطي الفتوى في المغرب، وملي يقول شي حاجه حلال او حرام فراه هو اللي كيتحمل المسؤوليه امام الله. وهذا المجلس فيه خيره علماء الفقه والدين في المغرب وما كيدير حتى حاجه عبثا. اذا المعامله مع البنك التشارك شرعا من المجلس العلمي الاعلى حيت كتعتمد على البيع والشراء. ولكن حضر راسك، يقدر شي بنك يبغي يزرب عليك وتقدر تدخل في الحرام بلا ما تعيق، وهنا ما عليك غير تمشي تريكلامي بديك البنكه او الوكاله عند المجلس العلمي. وانا غادي نشرح لك فين ممكن يقلبوك وتدخل في الحرام. ولكن قبل نشوفوا شنو كيقدموا هاد البنوك التشاركيه. الخدمات ولا المنتجات اللي كتقدم هاد البنوك مختلفه، ولكن اهمها هي المرابحه العقاريه. غادي نعرفوا التفاصيل عليها دابا وعلى باقي الخدمات الاخرين. غير هو كمعلومه هاد الطريقه ديال التمويل عن طريقه المرابحه هي الطريقه الوحيده اللي صادق عليها المجلس الاعلى، يعني ما فيهاش مخالفات دينيه كيف قالوا. ندوزو التفاصيل. الخدمه الاولى نظام المرابحه. هذا النظام هو اللي غادي يحتاجوه بزاف د الناس، داكشي علاش تبع معايا مزيان. البلان وما فيه هو مثلا اذا بغيتي تشري شي عقار ولا شي سياره ولكن ما عندكش فلوس كامله، كتجي البنوك التشاركيه كتقول لك انا نشري لك داكشي اللي بغيتي، ولكن قبل خاصنا نتفقوا على هامش الربح باش تكون المعامله حلالا طيبا. وعيد خاص تكون ديجا اتفقتي مع البنك على هامش الربح قبل ما تبدا في المعاملات الورقيه. مثلا الدار دايره 30 مليون، غادي تتفق مع البنك على هامش الربح اللي هو مثلا 7 ديال المليون، وبالتالي هي غادي تشري لك الدار ب 30 مليون وتعاود تبيعها لك نتايا من الاول ب 37 مليون، وبالتالي انت بحال شريتيها ب 37 مليون من عند البنكه اللي اشتراتها هي سابقا ب 30 مليون. هاد الارقام هي غير مثال، اما كاين بزاف د المعايير اللي كتحكم على هامش الربح. غتقول لي البنك شرات الدار ولكن انا صافي درت بالناقص وما بقيتش باغي. قبل ما دير معاك البنكه اي حاجه راه كدير معاك عقد سميتو وعد بالشراء، واللي من خلاله كطلب منك واحد المبلغ اللي كيتسمى هامش الجديه، واللي في حاله ما بقيتيش باغي ديك الدار مورا ما شراتها البنكه فراه كتقطع من ديك هامش الجديه واحد النسبه. المشكله الحقيقيه ديال هذا النظام هو
هو لاسيرونس او التامين، حيت في الكريدي نورمال اللي كتاخذو من عند الابناك الربويه كيزيدوا عليك واحد القيمه ديال التامين في الطريطه الشهريه اللي كتقول لك في حاله ما رجعتيش فلوسهم لسبب ما، جراو عليك من الخدمه مثلا، عندك شي عجز او توفيتي لا قدر الله، فهنا كيدخل التامين في الخط وكيتكلف في بلاصتك وما كتضيعش انت في دارك والبنكه كتخلص في رزقها. ولكن هذا النوع ديال التامين معامله ماشي حلال، والمجلس العلمي ما موافقش على هذه المعامله، وبالتالي الا درتي المرابحه مع بنك تشاركي فراه ما كاين لا تامين لا والو، وهذه هي المشكله، حيت تقدر تضيع في دارك لا قدر الله وكانت حاله ديال العجز عن الاداء. شنو هو الحل؟ الحل المقترح لحدود التاريخ وضع هذا الفيديو هو التامين التكافلي او التامين التشاركي. المهم عنده بزاف السميات. التامين اللي ممكن يعوض التامين العادي اللي هو حرام، ولكن مازال موافق عليه المجلس العلمي، يعني الا بغيتي تاخذ دارك رد البال مزيان، راه ما كاينش التامين. وفي حاله كاع لا توافق على التامين التكافلي فراه غادي تزاد عليك اجباريا واحد القيمه في الطريطه شهريا غادي تبدا تخلصها، قيمتها غالبا كيقولوا قريبه للتامين اللي حرام، يعني التامين اللي لا يجوز، تقريبا تيقولوا ما بين 60 100 120 درهم. البنوك التشاركيه مازال ما كملات 100%، باقي كيتقاد لهم النظام المالي ديالهم. هذه خدمه وحده. ندوزوا للخدمات الاخرين، والفيديو راه طويل ولكن تبع معايا غتستافد مزيان. الخدمه الثانيه هي المشاركه. هذه الخدمه ولا المنتج اللي كيستهدف المستثمرين ورجال الاعمال، وهي عباره عن شراكه بين البنكه والمستثمر ولا بزاف المستثمرين على راس مال المشروع. يعني بغيتي دير مشروع خاصك كريدي ولكن بدون فائده، كتمشي للبنكه كتشارك معك، ولكن صعيب تقبل اي مشروع، خاصك مشروع اللي يقنعهم مزيان. خدمه اخرى هي الاجاره بالتمليك. هنا كينوض البنك كيشري شي ماتيريال وكيكريها للعامل ولا الكليان اللي كيكون ديجا متفق مع البنك على شحال غادي تكون ثمن الايجار الكرا، ويقدر الكليان في الاخر ياخذ دوك المعدات اذا بغى بطبيعه الحال بشي مبلغ متفق عليه. بحال مثلا انت عندك شي شركه واقفه على شي ماتيريال كبير ما عندكش فلوس وخاصك تخدم به، كتمشي للبنكه كتتفق معاها كتجيب هي الماتيريال وكتكريه لك. خدمه اخرى هي المضاربه. هنا كينوض البنك التشاركي كيمول المشروع كامل من الالف الى الياء، غير هو كيكون شي رجل الاعمال اللي مكلف بالمشروع، حيت في الاخير كيتم تقسيم الارباح بين البنكه ومن المشروع. وكاين شي خدمات اخرى خاصه بكل بنكه. المهم هادو اللي قلت لك هما الستوندار اللي فيهم كاملين. اجي قلت لكم قبيله باللي ممكن البنكه اللي اختاريتي يخرجوك من المعامله للحلال ويدخلوك للحرام. تبع معايا هاد النقطه مزيانه. ملي تمشي عندهم باش تاخذ دار او سياره فيقدر يقولوا لك صافي نشريوها ونبيعوها لك، ولكن قبل باش نضمنوك ما غاديش تخوي بينا سيني لينا هنايا باش نبيعوا لك الدار، وحنا راه غادي نشريوها من عند مول الدار. هنا ما تسيني ما والو، حيت اش غادي تدخل في الحرام، بحال كيبيعوا لك الدار وهما مازال ما شراوها، وهذه راها معامله حرام وما فيهاش المخاطره. حيت في الشريعه البيع والشراء كيقبل الربح والخساره، يعني كتكون واحد المخاطره. وشنو غدير؟ سير شكي بهم من المجلس العلمي ورد البال مزيان. حاجه اخرى تقد تقول مع راسك الوكالات ديال الابناك التشاركيه قلال، منين غادي نجبد رزقي انايا؟ يلاه ما تخافش، ناخذوا مثلا الاخضر بنك كمثال اللي هو تابع للقرض الفلاحي، تقدر تسحب رزقك من اي كيشي ديال القرض الفلاحي عادي بدون اقتطاع، ونفس الحاجه كتطبق على الابناك الاخرى. كيفاش تختار النافذه او البنك التشاركي المناسب لك في حاله بغيتي دير المرابحه باش تشري دارك او سياره؟ هنا خدام من الروايد ديال رجليك ودور عليهم كاملين، دار زنقه بنكه وسولهم مزيان، راه كيستقبلوا الناس مزيان وكيعطيو وقت وحتى شحال غيربحوا معاك والمده وقيمه ديال الطريطه الى اخره. وديك الساعه قارن بيناتهم كاملين وشوف اللي مسلكك فيهم. حاجه اخرى في حاله مثلا اتفقتي انت والبنك على مده 10 سنوات بطريطه شهريه القيمه ديالها 2000 درهم، هذا غير مثال، وداز واحد شويه الوقت وجمعتي شي بركه قد البراكه وبغيتي تقلل المده من 10 سنين ل 8 سنين باش تسالي الكريدي بكري، او لا بغيتي تنقص من ديك الطريطه ديال 2000 درهم تردها مثلا 1500 ولا 1400 درهم، فراه هادشي ممكن، غير هو خاص تكون ديك البركه اللي قد البراكه اللي جمعتي كتساوي او كتفوق 10% من ثمن العقار او السياره، باش ماشي اللي يجمع شي حاجه قليله ينوض يدفعها ويبقاو يعاودوا ليه الحساب كل مره. انت باغي تمحنهم. حاليا مازال البنوك التشاركيه ما عندهاش نظام مالي واقتصادي متكامل، ومازال البنك ديال المغرب كيحاول يسد ثغرات في التنظيم ديال هاد البنوك، ومازال المجلس العلمي الاعلى كيتحفظ على بعض المعاملات ديالها، حيت قبل ما تخرج اي خدمه ضروري خصهم يدوزوا على المجلس الاعلى باش يدرسها من الجانب الشرعي، سينو بحال كتخوي الماء في الرمل. الابناك الربويه فراه انت اللي كتحمل المسؤوليه مباشره وستحاسب. مشيتي عندهم برجليك. وفي مسك الختام اخي اللي يلاه ناوي ياخذ شي كريدي فكر مزيان، سواء لا كان البنك التقليدي الربوي او لا التشاركي، حيت القضيه صعيبه، الكريدي راه ما سالش. اما من ناحيه الشريعه فربي كيقول لك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. واذا قرقرتي تمشي للبنوك التشاركيه ركز بزاف في المعاملات حتى الاخر، لا يصدق مشى كلشي في الكلام الفاحش ودخلتي في الحرام بلا ما تعقي في ما شرحت لكم قبيله. هادشي كامل غير باش لا قدر الله وبغيتوا تستهلكوا، فالعميق ما بغاكمش تهلكوا. حلقه مفرقه معلومات. داكشي علاش الا عجبك هذا الفيديو ما تنساش تبارطاجيه مع صحابك واتساب فيسبوك اللي حبت خاطرك، شي كومونتير زويون وفرقعوا لي لايك، نديروا
ديروا شي 8000 لايك يلا تحدي. قال هذا كنقول لك كان معاك العميق اخونا، ما تنساش تطرق ديك البوطونه ديال سبسكرايب باش تشوف الحلقات اللي جايين، ما تنساش تدخل تشوف الحلقات اللي فاتوا، تابعني في انستغرام وفيسبوك حيت ما كنناقشوا المواضيع العميقه اللي نهضروا عليها في الحلقات اللي جايين. الله اللي يفرحوك حبيبي العميق. القرض عند الفقهاء يسمونه عقد ارتفاق، يعني المسلم يرفق بأخيه المسلم. هذا ليس العقد لا يدخل أبدا في باب الارتزاق. هذا هو شيء يعني يتجلى فيه أخوة الإسلام، فيصير بابا من أبواب الارتزاق، ثم من أبواب السخط العظيم، شيء خطير جدا. ولذلك الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. علق الإيمان على هذا ثم قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله ومن يطيق الله أكبر. من يطيق محاربة الجبار القهار سبحانه وتعالى.